السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كله يكون بخير وبأفضل حال. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. النهارده يا رجالة فيديو مهم جدا 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 جدا. هقول لك على أسرار حاجات في الفرخ مفيش حد على اليوتيوب تقريبا إلا ما رحم ربي، نادرا اللي هيقول لك الكلام ده. ركز كويس أوي في الفيديو ده من أوله لآخره. حاجات محدش على اليوتيوب قالها لك، تقدر تقول أسرار أو ممنوعات مينفعش إن أنت تسمعها ولا تتعلمها، وأنا هقول لك عليها. تمام يا شباب؟ تمام. بس أتمنى منك لو عجبك الفيديو، عجبكش الفيديو ما تعملش لايك. عجبك الفيديو اعمل لايك. لو اول مره تشوفنا اعمل اشتراك، ويلا بينا نشوفوا احنا بنعمل ايه. نقلبوا الكاميرا ونرجع لكم تاني. يلا بصوا بقى يا شباب، صلوا بينا على النبي ونقولوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا رجاله، اولا بسم الله الرحمن الرحيم. دول القص ايه بتوعنا اهم قاعدين على حصر. انا جاي لكم اقول لكم الاسرار، بس خليكم معايا واحده واحده وهتفهموا كل حاجه. دول ايه قاعدين على حصر خلاص. وخد بالك، عايز اوريك حاجه. شايف انت العظم ده؟ شايف العظم ده؟ ده باذن الله بيزق عياله، وهقول لك ازاي بس مش في الفيديو ده. تمام يا شباب؟ بص كده، دول متأخرين شوية، التيرة دي متأخرة شوية. تمام؟ طيب بص يا شباب، برضو جبنا فرد حمام برضو هنشوفه مع بعضينا اهو. برضو بالمرة نطلعوا له. حطوا الكرسي، بصوا الكرسي ده نطلعوا عليه كده. بصوا يا شباب، ده الذكر الكرك طبعا انتوا عارفينه. اه يا رجالة، نوري لكم ايه لو ينفع نور الفلاش. بصوا هو باين الذكر ده، جبنا له التيرة دي. تمام. دلوقتي احنا ايه مع بعضينا، يلا بينا والله كل حاجه اللي نعملوها مع بعض. التيرة دي يا شباب بقالها 3 ايام هنا في الدشار ده. حطيتها، بصوا خلوا بالكم يا شباب، هو ساكن هنا في الباب ده اهو، وانا حطيت له التيرة فين؟ هنا قصاد منه. بقالها كام؟ 3 ايام. تمام. ندخلوها ونشوفوا برضو ايه. شيلوا بقى الدشار ده خلاص. والله يا شباب ماسك التليفون بايد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. نشوفوا ايه اللي هيجيبه. زي ما انتوا شايف كده يا رجاله، بصوا راح التيشر ايه. بصوا يا رجاله، دي كده التيره كده زايفه كده، التيره ايه زايفه. تمام. القص دول كده خلاص، كده دول خدوا بعض. قص الكرك دول خلاص كده خدوا بعض. تمام. ومعلومه برضو، لازم التيره تبقى زايفه والذكر يكون زايف، عشان الذكر لو مش زايف والتيره مش زايفه احتمال الذكر يعور التيره، ممكن يضيع لها عينيها. كده كده خلاص ما شاء الله خدوا بعض. حطوا الفشار ده هنا عشان نكملوا مع بعض الفيديو. بصوا بقى يا رجاله، القص دول نرجع لهم تاني. القص دول متاخرين. يعني ايه متاخرين؟ يعني التيره بقى لها فتره مريحه. هنلف بقى الكاميرا ونقول لكم بقى الاسرار اللي محدش بيقول لكم عليها. بس قبل ما نلف الكاميرا يا شباب، برضه انا عايز اوريكم معلومه برضه. بصوا يا رجاله، انا دايما تلاقيني الذكر في السن اكبر من التيره. يعني التيره دي يا شباب، التيره دي عتقه، ده الذكر يا شباب، ودي التيره دي عتقه. يعني ايه؟ يعني اول شغل ليها. تمام. برضه التيره الكرك اللي احنا جايبينها ده يا رجاله، التيره دي اللي هي الاولانيه دي، ايوه دي الذكر اللي هو جوه، التيره اللي هي زايفه من بره دي. تمام. الذكر اللي هو بيجعر ده، ودي التيره دي برضه يا شباب اول شغل ليها. تمام.
حتى القص دول يا رجاله، حتى القص دول التيره اللي هي في الطاجن دي برضو اول شغل بيها. تمام كده. ايه خد بالك من الكلام اللي انا بقوله كويس، نلف الكاميرا ونرجعوا ايه نكمله ونقولوا ايه اللي احنا بنعملوه محدش بيقول عليه. نلف الكاميرا زي ما انت شفت كده. بصوا يا شباب، ركز معايا واحده واحده وانت بتختار القصوص بتاعتك. اول حاجه تختار التيره تكون لسه عاتقه. يعني ايه لسه عاتقه؟ يعني لسه مخلصه ريش. تمام، يكون اول شغل ليها. تمام يا رجاله، انا عارف ان في صوت ودوشه بس بحاول ايه اعلي صوتي معاكم، احنا في البلكونه. خلاص، التيره تكون عاتقه، الدكر يكون كبير، يعني الدكر يكون فارخ 20 3 4 مش مهم. خلاص، الدكر سنه كبير، التيره عاتقه. دول ايه القص بتوعك. تمام تمام. طيب انت عندك القص مريحين، سواء بقى اذا كان حمام كبير او اول شغل ليك. قص مريحين بقالهم فتره وعايزهم يشتغلوا عندك. حاجه واحده فقط وقليل قوي اللي اتكلم عنها عليها على اليوتيوب، سحريه. سحريه للذكر او للطير، بس انا بفضل اديه للطير. تمام، ولو اديته للاثنين بالعكس هيفيدهم مش هيضرهم. ايه هو يا شباب؟ الكبسولات دي يا رجاله، دي يا شباب اسمها ايه؟ اوميجا 3 بلس. اوميجا 3 بلس. تمام، الطيره لو عندك مريحه ولو الذكر عندك ما بيخصبش، اوميجا 3 بلس. تمام يا شباب، سواء للطيره المريحه او بقى لها فتره ما بتبيضش. طبعا العطال الحاجه الوحيده، العطال ما بيبيضش. انا بكلمك عن الحمام اللي هو مريح بقاله فتره. خلاص، دي بتدي كبسوله للطيره او للقص، بس انا عن نفسي بدي للطيره. لو الذكر عندك بيروق ممكن تدي له واحده. تمام، تدي للطيره كبسوله واحده فقط. تديها الكبسوله دي تعد كده من اسبوع ل 10 ايام، تلاقي الطيره دي بمشيئه الرحمن رمت الحصى بتاعها. عن تجربه، خير دليل هنعمله دلوقتي عملي قدام منكم. تمام يا شباب، الطيره دي عاتقه ما بادتش قبل كده بس مريحه، المفروض انها تشتغل عندي. تمام يا شباب، فاحنا هندوها كبسوله دلوقتي واقول لكم بتدوها الكبسوله دي ازاي. بصوا يا شباب، افتحوا بس الكبسوله. بصوا يا رجاله، بصوا هي عباره عن زيت. تمام، بصوا شوفوا عملي هنعمله ايه. بصوا يا رجاله، دي مزقه ميه. تمام، انت بتمسك الكبسوله حضرتك بتبل الكبسوله في الميه مباشر في بق فرد الحمام. شوفوا مع بعضينا عملي. يا شباب، دي الطيره بلقى السكروته دي. بصوا عينيها فيها ايه، بس نضفوا عينيها. المهم اللي قبل يا شباب، بص في عينيها عشان تبقى دايما عينيه بتدمع. يعني ما فيهاش دمعه عين ولا حاجه، بس عينيه دايما اللي قبل السكروته عينيه بتدمع، بس ساعات تلزق فيها ريش. بصوا يا رجاله، دي مزقه الميه. انا هحاول بقى امسك الطيره ودي الكبسوله. هتبل الكبسوله في مزقه الميه كده. تمام، وهي دي الطيره اهي. بصوا يا رجاله، طيب باينه كده في الكاميرا زي تفتح بق الطيره كده، وادي الكبسوله اهي اهي. بصوا اتاكد ان هي نزلت بس كده. تمام، بمشيئه الرحمن اسبوع 10 ايام بالكتير تكون الطيره دي اشتغلت معاك. تمام يا رجاله، ده سر محدش قال لك عليه.
تمام. في حاجات تانية برضو محدش هيقول لك عليها، يعني زي ايه؟ زي ما انا قلت لكم، تيرة تكون عاتقه. انت لو بتجيب اسوس، لو انت عندك الاسوس بتاعتك دي حاجه تانية. التيرة تكون عاتقه الذكر يكون شغال. طب ليه التيرة تكون عاتقه والذكر يكون شغال؟ التيرة تكون عاتقه لان يكون اول شغل ليها، ده انت اللي مستفاد. والذكر يكون شغال لان الذكر بيكون عنده خبره. ما ينفعش الاثنين سنهم صغير ولا الاثنين كبار. الاثنين كبار هيتعبوك شويه في موضوع الفرخ، تمام. بيبقى عندهم خبره وحضروا كام عش وبتاع ومش عارف ايه، بس التيره بتبقى ايه؟ اشتغلت عند صاحبها هلاكها. فانت لمصلحتك التيره تكون عاتقه والذكر يكون كبير عنده خبره، تمام يا شباب. لكن الفيديو بتاعنا النهارده اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسانيش اللايك، اول مره بتشوفنا اشترك في القناه، فعل زر الجرس لو انت حابب تتابعنا يصلك مننا اي فيديو جديد هننزلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.